مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم معنا الى نشرة الاخبار من ميديا انتبه بطنجة. نبدأ بالعناوين. على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية يعزي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إلى عدة عوامل، منها مشكل التسويق الذي يستغله بعض الوسطاء والتغيرات المناخية. تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن رفض إملاءات صندوق النقد الدولي يتسبب في تراجع السندات السيادية لتونس إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ استقلال البلاد. وسلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة وعلى مواقع في منطقة سور جنوب لبنان، وإسرائيل ضم القبة الحديدية اعترض عدة صواريخ. نبدأ من الدار البيضاء، حيث أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي في حي الأحباس. وطيب خطبة الجمعة بالتأكيد على أن شهر رمضان المبارك هو شهر الجود والكرم والعطاء والتضامن والإحسان إلى الفقراء والأيتام وسائر المحتاجين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في الرباط سلسلة اجتماعات مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثلي الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ورؤساء الغرف الفلاحية. وقد خصصت هذه الاجتماعات لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. خلف تصريح الرئيس التونسي رفض إملاءات صندوق النقد الدولي انعكاسات اقتصادية سلبية، إذ تراجعت السندات السيادية لتونس إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ استقلال البلاد. وحسب المختصين فإن حظوظ تونس توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي باتت شبه منعدمة، ما سيعمق من الأزمة الاقتصادية وسينعكس سلبا على سداد الديون الخارجية من تونس. فتح الفرحي. لن تقبل تونس بإملاءات صندوق النقد الدولي، جملة وردت في تصريح للرئيس التونسي خلفت تداعيات اقتصادية مباشرة، فقد انخفضت قيمة سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس إلى مستويات لم تسجلها منذ الاستقلال، كما أن فرص إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذا التصريح باتت شبه منعدمة حسب المختصين. تصريح الرئيس مباشرة للأسواق خذته على أساس أن تونس لن تقوم بإمضاء مع صندوق النقد الدولي على الأقل. هذا يعني أنه التصنيف سيتم تخفيضه، وهذاك عليه رأينا أنه هناك معناها انخفاض في أسعار السندات ب 4.1%. اليوم خلص 51.3 قيمة السند التونسي بالخارج. في الحقيقة هذه يعني اليوم أن تونس قدودة في الحصول على تمويل بصفة قريبة صعيب. قرار الرئيس التونسي رفض شروط صندوق النقد الدولي قد يعيق البلاد على سداد ديونها الخارجية، فهي مطالبة بإرجاع نحو 3.6 منذ استقلال البلاد. هنالك تناقض بين الفعل وبين التصريحات، باعتبار أن رئيس الجمهورية صادق على قانون مالية لسنة 2022 و 2023 واللي فيه أحد شروط هذا القانون هو عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هو كان مفروض قبل موفى مارس 2022، وكذلك القيام بإصلاحات جذرية من شأنها أنها تقلل في النفقات العمومية. ونفس رئيس الجمهورية أمضى على قانون مالية سنة 23 اللي فيه رفع الدعم على المحروقات وعلى
المواد الأساسية. وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وتأجل التوقيع الرسمي على الاتفاق عدة مرات. الرئيس التونسي برر رفضه بالخوف على السلم الأهلي من الإصلاحات أساسا رفع الدعم، لكن موقفه وضع تونس في مأزق اقتصادي في وقت ما يحذر فيه شركاء تونس في الخارج من الانهيار الاقتصادي. الرئيس التونسي يمضي في رفض إملاءات صندوق النقد الدولي. النتيجة انعكاسات سلبية على التونسيين ومزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية. فتح الفالحي ميديا، تونس. أعلن لبنان تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف اليوم مناطق بجنوب البلاد. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن القصف والاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ويهدد الاستقرار في جنوب البلاد. وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت ختم إذا سمحتوا إذا